السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل الكريب بالبانيه. طريقه سهله جدا وخفيفه مميز. وغير كده ممكن تنوعي فيه، ممكن نبدل بدل الكريب في ستريبس، اي نوع انت حابه تحشيها ايه. تمام. طريقه سهله جدا وخفيف. غير كده هنحشيها كمان بطاطس متحمره سوا، وهنحشيها كمان جبنه موتزاريلا ومايونيز وطماطم. اي حشوه انت بتفضليها بتعمليها. طريقه سهله جدا وخفيفه وجميله. غير كده ان احنا بنعملها في البيت واحنا مطمنين جدا. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل بانيه بطريقه سهله جدا واقتصاديه وموفره كمان. انا قطعتها شرايح بالشكل ده كده. بوله بنزل كده معلقتين من الدقيق، معلقه من النشا عشان القرمشه. بعد كده ضفت معلقتين من الدقيق، معلقه من النشا، ونزلت ببيضه، معلقه من القرفه، معلقه من الكمون، نص معلقه من الشطه، معلقه من الكزبره. ضفت كده 4 ورقات من ورق اللورا، وبنزل بكوبايه كده من الميه الساقعه، 4 معالق من الحليب. كل المكونات دي كويس بالشكل ده. طبعا انا ضفت البيض مع المكونات دي بالمره، مش هخليها في طبق تاني لوحدها خالص. مش هضيف اي مكونات من التوابل التانية عشان ما تضيعش طعم الفراخ. نزل معلقه من الكركم بشرايح البانيه بالشكل ده. وبنزل كده بمعلقه كبيره من الملح. بنزل كل المكونات كويس كده مع التوابل. احاول انا ادخل كده التوابل كده مغموره كده في الطبقات البانيه بالشكل ده، بالشوكه كده، وبغزغز البانيه كده مع التوابل بالشكل ده عشان تتغلغل في التوابل. طبعا انا هسيب كده البانيه في التوابل دي طول الليل، مثلا 12 ساعه، يبقى طعمها رهيب. رشه كده من الليمون، وبغلفها كده بورق استرتش، وبخمرها كده طول الليل في التلاجة، وطعمها جميل جدا. عن ما اتبلها لمدة ساعتين. على ما البانيه يتبل كنت احنا هنعمل، وعلى ما عجينة الكريب تستريح شوية هعمل المايونيز. نزلت 4 معالق من النشا، وهنزل بكوباية كبيرة من المية. نفك كده النشا في المية بالشكل ده، وبعد ما النشا مع المية استوى بالشكل ده بفضل اقلب فيه شوية كده في نفس الشبشة اللي انا عملت فيها عجينة الكريب. بنزل كده بكوباية من الحليب، معلقة من الملح، السكر. وبعد ما النشا برد بالشكل ده بنزل بيه في شبشة الخلاط كده. بنزل ب6 فصوص من الثوم او 5 انا زيادة، نص ليمونة، المعلقتين من الزيت اللي بتفضليه من الزيت. بنزل ببيضة. كل ده في الخلاط وبرجع تاني. بعد ما انا طحنته في الخلاط كويس بنزل بيه، بسكبه كده في طبق. وعلى ما البطاطس تتحمر، طبعا انتم مش شايفين البانيه اللي انا متبلاه من ليله كامله. بسم الله ما شاء الله على الريحه، جميله جدا. التتبيله بتاعته اللي انا هغلفها فيه 3 دقيق، معلقه من الكركم، معلقه من الملح، معلقه من البيكنج. اقلب كل المكونات دي مع بعض، الجافه دي مع بعض. مغموره كويس جدا. انتوا شايفين وش وظهر. القسم دي برجعها تاني للسوائل بالشكل ده عشان تعمل طبقات. برجعها تاني مرة للدقيق بالشكل ده.
بضغط عليها كويس عشان تاخد طبقة من الدقيق بالشكل ده. الجنب التاني وكده خلاص جاهزة معانا. بعمل الكمية وبرجع لكم تاني. بنزل كده بقطع البانيه في البداية على نار هادية متوسطة عشان تستوي كويس، وبعدها بعلي النار عشان يتحمر. اقلبه على الجنب التاني عشان يتحمر في الجنب التاني بالشكل ده. وبكده البانيه اتحمر وبطلعه كده على مناديل عشان تمتص الزيت. وبكده بعد ما انا خلصت تحمير البانيه، يلا بينا نعمل الكريب. الاول بنسخن الطاسه وبعد كده بهدي النار خالص، اقلبها كده لعند ما تنشف خالص، تمشي في الحروف بالشكل ده. وطبعا زي ما انتم ما شايفين بقلبها على الجنب التاني تاخد تحميره برضو. بقلبها على الجنب التاني برضو بدها تحميره زي ما انتم ما شايفين. بدهن الزيت خفيفه خالص وانزل كده بالعجين بالشكل ده. طبعا بلفها في القلايه بالشكل ده كده، تاخد دوران لعند ما تنشف خالص. بعد ما اخد نشفت معايا كده على اتمكن منها بقلبها على الجنب التاني تاخد تحميره. سيبتها لعند ما اخد تحميره كده خفيفه، واكمل الكميه وبرجع لكم تاني. هضيف كده الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده، سوا كويس. الجنب التاني كده شرايح من البطاطس المتحمره بسواها كويس بالشكل ده. بضيف كده جزء من المايونيز بالشكل ده. وبكده اول شكل معانا، واحده معانا تاني واحده بعد ما انا عملت الاولانيه تتلف بالشكل ده كده بالشكل ده. وادي الشكل التاني معايا. هعملها معاكم. انا زودت فيها طماطم تتلف بالشكل ده كده. لو عايزه تبدلي الطماطم بمثلا فلفل مفيش مشكله، على حسب رغبه كل واحده بالشكل ده. طبعا زي ما انتم مش شايفين بالشكل ده. زي ما انتم مش شايفين انا هديله تحميره كده خفيفه بعد ما انا حشيت كده الكريب بالشكل ده. وطبعا زي ما انتم ما شايفين انا عملت معاكم الكريب بالبانيه وحشوه البطاطس والجبنه الموتزاريلا والمايونيز. زي ما انتم شايفين حاجه جميله كده، حاجه تحفه بسم الله ما شاء الله. متاخدش اي وقت ولا اي مجهود خالص، تتعمل في اسرع وقت. طريقه سهله جدا وجميله ولذيذه، خاصه لما تعملها في البيت. واتمنى الفيديو ده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.